شكون اللي ضرب؟ انتوما كيقول لك باش مجموعه الشاشه عندي غادي نحيد انا مع النصارى انا مع واللي مره اخرى تقول عاوتاني عندهم هما يتفاهموا مع الداخل مش عيب سير شفتوا القهوه باش يشربها حتى يوم كيف داخل احنا داخل هذا عار مواطن في خطر هذا عار مواطن في خطر منعوش مواطن من الدخول الى القنصليه. خليو المواطنين يطلعوا يدافعوا عن الحقوق ديالهم، يتحداو العنصريه ديال هاد الموظفين. ما تصيفطوش القهوه. هاد المواطن جاي يدخل القنصليه ما جاش يشرب اتاي في القهوه، باش نكونوا واضحين ايها الاخوان. الانشغال وعن الاستياء ديالنا مما يحدث داخل هذه القنصليه من ممارسات عنصريه خطيره تستهدف كرامه المواطن المغربي. شوفوا كيفاش كيتعاملوا معنا هما في اسبانيا، شوفوا لما كيخرجوا مع المرتزقه وكيتضامنوا معاهم. ولا من بالهم خلاص الاحتجاج مشروع، 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 ولا من بالهم خلاص ولا من بالهم خلاص الاحتجاج مشروع، ولا من بالهم خلاص الاحتجاج مشروع، ولا من بالهم خلاص الاحتجاج مشروع. مواطن في خطر هذا عار مواطن في خطر. الغرفة الثانية ما محله من الإعراب. علاش الإخوان هزوا هنا الصورة ديالو بجانب خورخي وبجانب مارتا المستشارة؟ الجواب واضح الإخوان، احنا كنوضعوا علامة استفهام لأن ما بغيناش هذيك الاجتماعات اليومية اللي تيدير معها القنصو في راس الماء. خصنا نعرفوا شنو كيتندار تماك. هذا حقنا، هذا يمثل الدبلوماسيه الاسبانيه. التواجد ديالو اليومي عند السيد الرئيس الجماعه ديال راس الماء عليها اكثر من علامه استفهام. ما غاديش ندخلوا في التفاصيل، ولكن ناتي في الايام المقبله باش نعطيو التوضيحات اكثر. احنا دابا الان وضعنا علامه استفهام، والايام المقبله ستجيب اكثر على هذه العلامات الاستفهام المطروحه على بطبيعه الحال الشخصيه المتمثله قلت في المستشار في الغرفه الثانيه. يقضي المصالح ديالو ويمشي معالو، ما ديرلهمش لي بارير. هاد لي بارير انا اناشد كل من له علاقه بالسلامه الطرقيه ان تتحرك بكل استعجال من اجل وضع حد لهاد الحواجز الحديديه. هاد لي بارير ما خصهمش يبقاو، لان المواطن لما كيجي كيوصل هنا خصو ينزل الارض. لما كتنزلوا الارض معنا كتدخلوا في صراع مع السيارات مع الدراجات الناريه ويمكن يوقعوا حوادث سير. لذلك نطالب بازاله هاد الحواجز الحديديه وبركه ما نهزوا من الخناشي لهاد الناس اللي ما كيحترموناش. ما يستناوش هاد الناس ان الضعفاء من ابناء الاقليم هما اللي غادي يحلوا لهم الازمه الاقتصاديه، لان دابا التعليمات اللي عندهم هنا هما يحاولوا يجتهدوا. وراه تجتهد واحد المستشاره عندهم هنايا لان هي ملحقه عندهم هنا من وزاره الماليه من سيندا، سميتها مارتا، هي المستشاره هي اللي كتفتي. اش كتقول؟ كتقول لك اودي انا هذا المواطن اللي كنت كنعطي له الفيزا ديال عام ولا ديال عامين وكيخلص لي 660 درهم، اجي خليه باباه يجي عندي 10 الخطرات في العام باش كل خطره يعطي لي 660 درهم. وهاد الفلوس بهم بغاو يسيروا الشؤون ديال القنصليه، يخلصوا الماء ويخلصوا الضوء ويخلصوا الموظفين. هذه السياسه دابا اللي عاطين لهم من اسبانيا باش يعتمدوا ذاتيا على تسيير القنصليه بالفلوس ديال من؟ بالفلوس ديال الضعاف. ما عندهمش. كاين اللي كيجيب 16 ديال الاوراق ضربها ب 270 درهم الاخوان، راه ما عندهمش. بسطاء. واش ما كاينش الرأفه؟ وانت استعمرتيهم لعقود من الزمان، قلتي لهم الخيرات ديالهم،
قلتي لهم المعادن ديالهم كلهم ديال المعادن ديال وكسان نقلتيه لاسبانيا، ما خليتي له هنا مستشفيات ولا طرق ولا اي حاجه تذكر عليه. واليوم عاد كتزيد لهم كتعصر فيهم باش يجيبوا لك الفلوس، باش مع الوحده ونص تجي الطوموبيله ديال البنك باش تهز هذوك الفلوس وتدخرهم. والله لا عار، والله لا فضيحه، لا تشرف اسبانيا في شيء.